اهلا بيكم. انا نيمو من اي نيوز. اي يعني تكنولوجي، نيوز يعني انا وانت اللي هنعمل الخبر. هنتكلم في حاجات كتير جدا هتعجبكم، تابعونا. هادي جدا ورزين، تحس ان هو شخصية سياسية او شخصية مهمة، بيحب الورقة والقلم جدا. نجمنا هو احمد في اولى اعدادي، اخد اول قاهرة في كتابة القصص القصيرة. أنا اسمي أحمد نصر، عندي 12 سنة وفي مدرسة جمال عبد الناصر. أنا بحب أقرأ، بحب ألعب على التاب، بحب ألعب كورة. أول قصة كتبتها كانت البطة السوداء، كانت في 2013. القصة اللي خدت فيها جايزة كانت اسمها سلطة فواكه. أنا بحب السباحة، كنت في مسابقة سباحة كانت اسمها بطولة التحدي في نادي الجلاء على مستوى القوات المسلحة بتاعت مصر. أنا يومي بيمشي إن أنا بصحى من يوم الساعة 6:30 بنزل الباص، بعدين بروح الساعة 3:30 مثلا، باكل يعني وكده وانام دي ساعة. أصحى من الساعة أقعد أذاكر، أخلص مثلا واجبات المدرسة. ممكن بعد مثلا الواجب مثلا أخد مثلا بريك صغير وأقعد بقى مثلا لو لسه يعني في وقت أقعد بقى أذاكر. أنا يعني كنت قاعدة زي بتفرج على التلفزيون، ويعني جات لي يعني الفكرة إن أنا أكتب يعني قصة يعني عن سلطة الفواكه. إن أنا يعني قعدت يعني أقولها يعني كده ورا بعض، يعني كنت عمالة يعني ألفها يعني وأنا بقول وكتبتها. يعني مش فكرة يعني إن أنا بكتب في الأجازة يعني أو في المدرسة، لأ، يعني لو جات لي فكرة ممكن بكتبها في أي وقت. يعني ممكن حتى لو أنا عايزة أكتبها يعني لو جات لي الفكرة أنا هكتبها مثلا في وقت المدرسة، ممكن مثلا أكتب مثلا حتة في البريك، في أي وقت مثلا فاضي يعني ما عنديش حاجة بكتبها. طب مثلا يعني زهقت يعني ان انا كل شويه بفضل اكتب يعني فيها في البريك، عايزه اعمل حاجه تانية برجع اعمل حاجه تانية مثلا، بعدين ممكن ابقى اعمل يعني كده تاني كده. يعني نفسي ابقى كاتب، نفسي ابقى لاعب كوره. يعني بعرف يعني انظم وقتي، يعني لما باجي اكتب يعني الكتابه يعني ما بتجيش على وقت المذاكره. كلنا اتعمل فينا مقالب قبل كده. ايه اصعب مقلب صحابك عملوه فيك؟ كنت بعمل اختبارات في النادي الاهلي وقالوا لي ان انت ما قبلتش، وجابوا لي الشهاده ان انا قبلت فيه. اصعب مقلب عملوه فيا صحابي ان انا كنت راكبه اتوبيس وهما كانوا ورايا، فهم زقوني، رحت انا وقعت على رجلي ووقعت بعد كده على وشي. ده غير كده ان اصلا سواق الاتوبيس ضحك عليا لان انا وقعت وقعه مسخره جدا. ان هو يعمل بروفايل باسم واحده وصوره واحده، وانا اقبل الاد وتكلمني من عليها واجي اقابلها الاقيه صاحب. اتحصلت فيها مرتين. اخواتي عملوا فيا مقلب، بيصحوني من النوم الاقي تلج تحتيه، بيت تحتيه، بيعملوا حاجات معفنه كده، والاقي دبان في وشي اول ما اصحى. بجد بيحصل بجد. كنت في درس وجاي بقعد على كرسي، فجاي اقعد فراح صحابي شد الكرسي وقعت على الارض. كلنا بنحب الضحك والهزار. ايه اكتر صفحة كوميدية بتحبوا تتابعوها؟ اكتر صفحه كوميديه بتابعها صفحه اصاحبي، بسبب ان هي يعني بتحكي حال الشعب، بس بطريقه كوميديه. مفيش اي صفحات كوميديه، انا بسمعها من اصحابي يعني صفحات كوميديه وكده، بسمعها منهم واحفظها في دماغي واقولها لاصحابي التانيين. يعني مثلا عندي اصحاب في المدرسه، اروح اقولها لاصحابي في اي حته تانية في النادي. اكتر صفحه كوميديه بحب اتابعها صفحه اصاحبي. اكتر صفحه بتابعها محمد طارق، تحس انه متواضع كده في كلامه، دمه خفيف، مش بيتصنع الضحك. محافظة القاهرة والجيزة أطلقوا 18 اسم من أسامي شهداء الجيش والشرطة على أسامي مدارس في المحافظات. مع تعرض أمريكا لآثار ماثيو، مواطن أمريكي قرر إن هو يدخل عربيته جوه البيت وينام جنبها عشان خايف عليها من الآثار. تعالوا معانا نشوف محضرين لكم إيه في الفقرة اللي جاية. أهلا، أنا اسمي رامز، أنا عندي 15 سنة في أولى ثانوي. أنا بدأت أتعلم الكمبيوتر من وأنا في 6 ابتدائي. كل الحكاية إن أنا حبيت الكمبيوتر جدا 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 من 6 ابتدائي، وكنت بتابع على اليوتيوب وعلى جوجل، كنت بدور على فيديوهات تعلم الكمبيوتر، وكنت بدور على كورسات تعليم كمبيوتر، وكنت بقلب يعني. من 2 بدأت أتعلم خدع كبيرة في الكمبيوتر. السنة دي أنا بدأت أعمل قناة على اليوتيوب، القناة دي اسمها ذا كينج. بدأت أشرح أنا من 4 سنين كنت بتعلم كمبيوتر. النهاردة أنا رامز وجدي، أنا اللي بعلم الكمبيوتر.
انا بشرح هاي ليفل وكورس، يعني بتكلم على الناس الهاي ليفل وبتكلم على ناس عاديين. وكل موهبتي ان انا معايا قناة على اليوتيوب وبعلم فيها الكمبيوتر، وده على الرغم من ان انا عندي 15 سنة. فاللي انا عايز اقوله ان مفيش حاجة مرتبطة بالعمر. وشكرا جدا لصفحة اي نيوز. انا متابع الصفحة دي من زمان جدا، من اول ما بدأت، وهي صفحة فعلا صفحة هي الحاجة اللي ناقصة البلد، ان هي بتهتم بشبابنا، بتهتم بشباب مصر، وبتهتم بان هي تعرض مواهبهم وتشجعهم. شكرا ليكم يا اي نيوز. خلصت حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكونوا استفدتوا منها. استنونا بافكار جديده في الحلقات اللي جايه. باي.